السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب، وجمعة مباركة علينا كلنا. النهاردة هبدأ اليوم معاكم من تقريبا كده كان قبل الجمعة. بس المقطع ده متصور العيش جالي اللي احنا كنا مجهزين له من فيديوهين ثلاثة. كنت رحت طحنت معاكم القمح والذرة وجهزنا الحاجة بتاعته. طبعا وديته للخبازة النهاردة وجابته لي بدري، جابته لي حوالي الساعة 7:10 كده، 7:15. كان مخبوز وزي الفل. وده شكل العيش اللي انا كنت بكلمكم عليه، اللي هو العيش الفلاحي او العيش المرحرح. هو ده بيكون شكله. الشكل ده كده على بعض وبيقولوا عليه برج عيش. انا بخليه بقى المقطع ده كده لما كان هدي خالص وبرد، يعني كان اخر النهار خالص. ببتدي اجيب بقى اكياس واجمع كل حوالي 10 او 12 رغيف على حسب الاستخدام بتاعك بيكون ايه يعني. فبحط انا حوالي من 10 ل 12 رغيف في الكيس، فبطلعه يعني بجهزهم كلهم في الاكياس زي كده واحطه في الفريزر، وعند الاستخدام بطلع كيس كيس استخدمه لحد ما يخلص. وبعدين دخلت بقى عشان اعمل الفطار النهارده الجمعه. آه، طبعا عيد المسلمين يوم الجمعه ده بيكون يوم جميل، وربنا يا رب كده يتقبل فيه مننا صالح الاعمال. دلوقتي انا بجهز لبطاطس مهروسه، بس بطاطس مهروسه كده بطريقه جديده هتعجبكم قوي، وبتحس كده ان هي فيها لحمه او فراخ. بجد تحفة. دلوقتي انا عملت بصلتين. انا سلقة كيلو بطاطس. الكيلو البطاطس حطيت عليه بصلتين حجمهم متوسط، وحط عليهم قرن فلفل حراق وقرنين فلفل رومي. بحط شوية زيت كده في الطاسة، وهبتدي اشوح البصل مع الفلفل لحد ما يدبل كده وياخد لون ذهبي خفيف، يعني اللون الذهبي اللون البني اللي بعد الذهبي ده. زي ما انتوا شايفين كده حطيت البصل، وهخرط عليه دلوقتي الفلفل الحامي والفلفل البارد. وهبتدي بقى اقلبهم كويس زي ما قلت لكم لحد ما يتشوحوا ويبقى لون البصل ذهبي. هروح بقى نازله عليهم بملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبهارات فراخ. الميكس بتاع البهارات ده هيديكي طبق بطاطس من الاخر. بجد نفسي تجربوه وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. والله العظيم بيبقى مواد البطاطس كده في حتة تانية. تحسي ان انت مشوحة معاها فراخ، لحمة. وبصراحة انا جات لي الفكرة دي من موضوع تشويح الفراخ واللحمة. كان عندي صدر بانيه، يعني كنت عاملة بانيه وكان فاضل عندي شريحة كده مش مقلية، كان البقسماط خلص وفضلت حطها في التتبيلة. فتاني يوم في الفطار قلت ايه لما اعمل البصل بالفلفل كده واشوح الصدر ده فيها و... ويعني وناكلها. ففي اليوم ده برضو كنت سلقة بطاطس، فجات لي الفكرة دي. قلت بس خلاص انا بعد ما اشوحه كده هقلب فيه البطاطس و... وبصراحة الطعم كان تحفة. فبما ان يوميها كانت شريحة البانيه حتة صغيرة، فكنا كده كل فترة والتانية كل كام لقمة يعني نلاقي حتة بانيه. بس كانت البصل والفلفل اللي هي الخلطة دي مع البهارات اللي انا حطاها، كانت فعلا كل لقمة في البطاطس مدية طعم تحفة وكأن عليها لحمة او فراخ. فبصراحة جات لي الفكرة دي من ساعتها واعتمدتها، والبيت كله حبها بجد. بتفرق جامد وبتخليكي يعني انا عن نفسي كانت البطاطس المسلوقة بالنسبة لي بحسها تقيلة كده في اكلها ومش لطيفة قوي يعني بالنسبة لي. من بعد بقيت اعملها بالطريقة دي بصراحة فرقت معايا جامد. زي ما قلت لكم بقى انا كنت حاطه دلوقتي وانا بتكلم بهارات فراخ وبهارات فراخ وسبع بهارات وملح وفلفل اسود، وقلبتهم كويس بقى بعد ما البصل دبل زي ما انتوا شايفين وصل للون ده. البطاطس طبعا انا سلقاها ومش حاطه عليها اي حاجه، انا هرستها بس ونزلتها بقى في ايه في الخلطه دي. هقلبها بقى كويس فيها كده لحد ما تسخن ويعني يختلطوا ببعض كويس قوي، وهركنها على جنب. هبتدي بقى اعمل الفول النهارده. انا عاملاه كله كده يعني ايه. مش زي المره اللي فاتت كنت عاملاه انا بطماطم وفلفل مشوحاهم وكلام من ده. لا النهارده حبيت اعمله كده خفيف. حطيت الفول وشويه زيت ومعلقه طحينه كبيره، وانا عامله دقه فلفل اخضر وتوم، يعني هرسه شطه يعتبر. حطيتها برضو عليهم، والهرسة الشطة دي برضو عصر عليها ليمون.
وقلبتهم كلهم مع بعض كده، وزودت لقيت الفول تقيل شويه، فرحت جايبه شويه ميه ومزوداه بيهم عشان يعني قوامه يفك شويه كده ويبقى ايه، مناسب يعني. بس ده كان تاني طبق معانا النهارده في فطار يوم الجمعه. بس بجد والله جربوا البطاطس دي هتعجبكم قوي. ولو وصلتوا للدقيقه دي من الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتكتبوا لي كومنت، قولوا لي رايكم في القناه ايه، قولوا لي رايكم في الفيديوهات ايه. واللي مش مشتركه معانا في القناه يا ريت تدوس على زر اشتراك، وتدوس على وتفعل زر الاشعارات على الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. قلت بقى كمان هعمل شويه بتنجان كده مقلي وعليهم دقه. فروحت جايبه كده كام بتنجانيه غسلتهم كويس، ورحت قسمهم من النص. وهبتدي دلوقتي اقليهم واعمل لهم برضو خلطة بتنجان كده، الدقة اللي هي يعني اللي احنا كلنا متعودين عليها. بس انا بحب ازود لخلطة البتنجان طماطمايه. بجد بتخلي يعني الدقة في حتة تانية كده، بتخليها اطعم وحلوة. طبعا دقة البتنجان كلنا عارفينها وبنعملها، بس في ساعات يعني كل واحد مننا كده بيبقى له تكة معينة في اكله. ممكن تفرق، يعني ممكن تجربيها وان شاء الله تفرق معاكي. حطيت هنا قرن فلفل شطة وبرده قرنين فلفل رومي. والثوم ده انا مفرزاه، بفرزه كده وافرده في قلب الكيس، بحيث ان انا لما اعوز في اي وقت بروح كسره حتة بيبقى كسره سهل، وهو مفروض يعني رفيع قوي كده. وبحط بقى ملح وكمون ومعلقة خل صغيرة وعصرة كده نص ليمونة. حبايه الطماطم بقى ما بحطهاش من الاول علشان ما تتعصرش معايا، يعني كتر الضرب يروح عصرها. فانا بعد ما بضرب الفلفل كويس والثوم بكل المكونات بتاعته، بروح حاطه بقى ايه مقطعه الطماطم كده منزلاها تاخد ضربتين بس، تبقى خشنه كده، تبقى باينه في قلب في قلب الدقه. طبعا انا بعمل الدقه والبتنجان بيتقلي الناحيه التانية. هنا كنت خلصت بقى، خرجت البتنجان من الزيت، ودلوقتي هعمل عجة. جايبة كيس عجينة، المفروض بحط على كيس العجينة دوت ابو 5 جنيه، بحط يعني بعمل بيه عجتين. بحط نصه في الاول مع بضاية، والنص التاني مع بضاية تانية، يعني بحطه بعمله على بيضتين 2 لما بكون هعمل عجة. بس النهاردة كنت عايزة اعمل صينية بسيسة، والبيض اللي عندي يا دوب على قد صينية البسيسة، والبيضة دي زيادة. فقلت مش مشكلة نقتصد ونعملها ببيضة واحدة، مش هتقول لأ. فرحت مقلبة البضاية الواحدة ديت على العجينة كلها، وقسمتها في الطاسة بقى. لما تيجي تعملي عجة خلي الزيت سخن، بس تهدي عليه النار بقى بعد ما يسخن، وتحطي العجة فيه عشان ما تتسلقش. يعني تخلي النار متوسطة كده، ولا هادية قوي ولا عالية قوي. وطول ما انا قاعده بقى بعمل في العجه، الطريقه دي شفتها من واحد بتاع فول وطعميه، يعني كنت لما باجي اشتري من عنده كان طول بعد ما بيحط العجه كده ويفردها في الطاسه، يفضل يحط بالمعلقه زيت على وش العجه من فوق، يعني ما يستناش لحد ما يقلبها. ويعمل الحركه اللي انا بعملها دي بقى دلوقتي، يعمل علامه في كده او علامه اكس من الناحيه التانية لما تتقلب، ويفضل برضو يحط زيت بحيث ان العجه من جوه تبقى مستويه كويس، ومش مش نيه. دلوقتي بقى كنت خلصت البتنجان، انا صفيته على على مناديل المطبخ من الزيت بتاعه، وقالت كمان كام قرن فلفل حراقين كده بيفتحوا النفس بصراحة. وهحط بقى عليهم من الدقة دي دلوقتي كده، هوزعها عليهم كلهم، وتقريبا كده هيكون فطارنا خلص. هفكركم تاني اوعوا تنسوا اللايك يا جماعة، اللايك بيرفع الفيديو، وانتوا عارفين ان القناة عندي انا كنت سايباها بقالي فترة طويلة، ما بنزلش عليها فيديوهات بقالي كذا سنة. و... وطبعا عايزين بقى اللايكات دي ترفع الفيديو، وتخلي الفيديو يتشاف وينتشر، والقناة ترجع تاني تتنشط زي الاول واحسن كمان ان شاء الله. كده خلصت البتنجان. اخر خطوة دي بقى الصاج ده عندي، ده مخصوص للعيش الفلاحي ده. بحطه يسخن على النار، وببتدي بقى بعد ما بس المرة دي كان سخن قوي الحقيقة، يعني يا دوب حطيت الرغيف عليه ما كملش نص دقيقة، نسيت اهدي النار لانه برضو مش يعني مش تقيل، خامته مش تقيلة قوي. فنسيت اهدي النار، اول ما حطيت الرغيف راح ملسوع مني، بس مين هناكله يعني هناكله.
فبس بتفضلي بقى تقلبي كده. انا بحط الثلاث ترغيفه على بعض وبأمر ناحيه ناحيه، والناحيه التانية ايه بروح اللي اتأمرت بجيبها على الناحيه التانية اللي ما اتأمرتش. هنا بقى بعمل كوبايتين شاي بنعناع، لان انا الحقيقه بعشق الفطار مع الشاي. انا عامه مش كيفه شاي يعني، ولا بحب اشربه قد كده، بس من فتره للتانية بحب اشرب الشاي مع الفطار مش بعد الفطار. فعملت كمان كوبايتين شاي بنعناع كده، وبكده خلاص اليوم بتاعنا هيكون مش خلص بقى يعني، الفطار بتاعنا بتاع يوم الجمعة هيكون خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة. بس قبل ما اقول لكم مع السلامة ده منظر بقى الفطار النهائي لما حطيته على الصينية. البتنجان بالدقة والبطاطس المهروسة، نفسي تجربوها بجد يعني، حقيقي عايزاكم تجربوها، قولوا رأيكم في الكومنتات. وغسلت كمان خس والفول والعجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون كده ضيفة خفيفة عليكم، ويكون فيديو خفيف. واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.